السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في موضوع جديد بيظرف فيه الاتحاد من جديد. طلع مسؤول قديم في نادي الهلال، كان رئيسهم السابق وكان عضو شرف. حتى لو هو عضو شرف من أكبر مدافعين لنادي الهلال، وكان رئيس الاتحاد السعودي في وقت ما كان الاتحاد يمر في أزمات في وقت رئاسته. والمضحك في ذاك الوقت طلع قرار غريب حتى الآن أنا ما أنا فاهمه. كان الاتحاد والأهلي من يلعبوا في ملعبهم والجماهير يكسب منهم فلوس من المواقع حق الاي في اي بي، يطلع فلوس الاتحاد والاهلي، يقول لك لا، الاتحاد والاهلي مو لازم ياخذوها، لازم يتقاسموها مع الهلال والنصر، عشان الهلال والنصر ما عندهم في اي بي مواقع مخصصه اللي في اي بي. كده الهلال والنصر مظلومين، لازم ياخذوا حصه من هذه الفلوس اللي يلعب فيها الاتحاد والاهلي في ملعبهم وجماهيرهم، هم اللي يدفعوا الفلوس. كان الاتحاد والاهلي يصرفوا على الهلال والنصر. شوفوا سبحان الله، عيونهم كانوا على فلوس الاتحاد والاهلي ذاك الوقت. بس يلا، الان طلع المسؤول ده ويقول لك سعود عبد الحميد انتقل لروما عشان عوار يجي الاتحاد. شوفوا المضحك الكبير. مضحكة السنة دي صراحة، مضحكة كبيرة. بيظرفوا الاتحاد الحين، ما كان فيهم الظرفات الكبيرة اللي كل مرة يظرفوا الاتحاد عشان تعرفوا مين عدوكم. ويطلع لك في بعض الجماهير الاتحادية والهوامية الاتحادية ما يدافعوا، يقول لك كيف عوار بدل ما يروح الهلال بيجي للاتحاد بدل سعود عبد الحميد؟ والله الهلال انظلم، والله الهلال انظلم. يا كلب يا حمار، بدل ما تدافع عن ناديك على هذه الكذبة اللي مطلعنا على ناديك، تروح تقول تنسى نفسك ما انت مصدق. هم ما جابوا لك لعيبة من سنتين وصرفوها وحطوها في أمار الحائلي، وقالوا والله الاتحاد أمار الحائلي، واللعيبة كلهم جابوا لي الهلال. ظرفونا من سنتين عشان الان ناخذ المركز الثاني في كاس العالم. والمضحكه الكبيره ان سعود عبد الحميد انتقل من سنتين لروما، وعوار جانا السنه اللي راحت. كيف؟ شوف الكذب فين. اكذب 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 عشان الناس يصدقوك. ما ادري في جمهور، بعض جمهور الاتحاد يصدقوا اي شيء. يضحكوا عليكم، بس يضحكوا عليكم. ما ضحكه. ويقول لك كانسيلو اجى من عضو شرف هلالي كبير دفع فلوسه. العضو الشرف ده الكبير كان موجود من زمان، ايام منصور البلوي كان ما يدفع على ريال. كان منصور البلوي يجيب كل اللعيبه وهو كان ما يدفع على ريال. لما جاء الامير عبد الرحمن بن مساعد جاب اكبر اللعيبه للهلال وفاز بالدوري مرتين. هو العضو ده سبحان الله ما سمعناه بذاك الوقت. دحين نسمع انه يجيب لعيبه وفلوس ومدري ايه، وهو براس النادي كمان يقولوا. ما علينا. صراحه شيء غريبه ومضحكه. سعود عبد الحميد لما انتقل كان معروف انتقل انه كان ما يبي يلعب احتياطي في نادي الهلال، والهلاليين كان بيجيبوا كنسلوا عليه وخايفين سعود عبد الحميد يروح النصر. راح صرفوه لروما وجابوا كنسلو وقالوا هو عضو شرف هلالي، وصندوق هو اللي